هاي ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو النهارده زي ما انتوا طلبتوا مني، عاوزين تعرفوا حاجات عن الجنسية وازاي تاخدوها وطرق الحصول على الجنسية، وكل الحاجات دي هنناقشها النهارده. احنا طبعا عملنا فيديو اول عن الجنسية في الحصول على الإقامة المؤقتة، وحكيت لكم الطريقة وكل ده، وهسيب لينك الفيديو في اول كومنتس او في الديسكريبشن. ايه دلوقتي بقى هنحكي عن الطريقة التانية او المرحلة التانية اللي انت ممكن تاخدها بعد ما تحصل على الإقامة المؤقتة، وكمان ايه في الطرق اللي ممكن تتسحب منك الإقامة الدايمة. يعني احنا حكينا على الإقامة المؤقتة وممكن ازاي تتسحب منك وطرق ان انت تاخدها. دلوقتي بقى هنحكي عن المرحلة التانية لو انت قدمت على الإقامة المؤقتة ومستني حاليا الموافقة على الإقامة الدايمة، فاحنا هنحكي النهاردة عن الجزئية دي. كمان هنحكي عن الطرق اللي تخليهم يسحبوا منك، واي شكل ممكن تاخد الاقامه الدايمه، والحاجات دي كلها هنحكي عنها في فيديو النهارده. بس عشان ما اطولش عليكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، كمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا وفولو على الفيسبوك. مش هطول عليكم، يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه خلينا متفقين ان احنا وصلنا عند مرحله الاقامه الدايمه، وقلنا ان الاقامه الدايمه بتاخدها بعد مرحله الاقامه المؤقته. واتكلمنا في الفيديو اللي فات وقلنا ان الاقامه المؤقته ممكن تاخدها عن طريق جواز، او عن طريق دراسه، او عن طريق ان يكون بتشتغل هنا، او عندك عقد عمل. دي الطرق اللي قلنا بيها ممكن تاخد الاقامه الدايمه. في حاله ان انت اخدت الاقامه الدايمه، بتستنى وانت معاك الاقامه الدايمه 6 شهور عشان تقدم على الاقامه المؤقته. بتستنى بعد كده 6 شهور علشان تقدم على الإقامة الدايمة. تمام؟ يعني انت ما بتقدرش تقدم على الإقامة الدايمة بعدها مباشرة، لازم يكون في وقت علشان تقدم على الإقامة الدايمة. مش بنقدر نقدم بعدها مباشرة، نركز في النقطة دي عشان تسألوني عليها كتير. بعد كده ايه الورق اللي بتحتاجه في الإقامة الدايمة، والإقامة الدايمة ايه ميزتها عن الإقامة المؤقتة، وايه صلاحياتي في البلد، والحاجات دي كلها هنحكي عنها النهاردة. خلينا في أول نقطة، ايه الورق اللي انت بتحتاجه في الإقامة الدايمة. أولا بتحتاج الباسبور بتاعك يكون مترجم، ينزل دلوقتي على الشاشة كل الورق. ثانيا بتحتاج ان انت تعمل كمان كام تحاليل كده، وانت اكيد بتعملهم حاليا، اللي هي التحاليل اللي بنعملها للفيزا، او التحاليل اللي انت بتعملها للاقامه عشان تجدد اقامه والحاجات دي. فهي نفس التحاليل دي هي بتحتاجها في الاقامه الدايمه. يبقى اول حاجه تركمه الباسبور، واكيد الباسبور ذات نفسه، وبعد كده كام تحاليل كده بتحتاجها. واكيد مع الباسبور بنحتاج الاقامه ريجستراتسا والميجراتسونا كارتا. تمام؟ والإقامة المؤقتة اللي كانت معاك قبل كده. بعد كده بننزل المرحلة اللي بعدها، وهو ان انت بتحتاج كمان تعمل امتحان او تجتاز اختبار لغة روسية. انا عارفة ان انت في المرحلة اللي قبل كده عملت اجتياز اختبار في الإقامة المؤقتة وكمان نجحت فيه. بس في الإقامة الدايمة انت بتحتاج تعمل الموضوع ده لمرة أخيرة، لأن بعد كده بتقدم على الجنسية مش محتاج تعمل امتحان تاني. فبيبقى المرحلة دي آخر مرحلة عندنا، آخر إيتاب زي ما بيقولوا، أو آخر ليفل موجود عندنا، وهو مرحلة إيه الامتحان بتعمله للمرة الأخيرة. والامتحان دي والشهادة دي ما تضيعهاش تماما، لأن مهمة جدا، لأن بعد كده بتقدم على الجنسية من نفس الامتحان ده اللي انت عملته للإقامة الدايمة. هو الامتحان، أو هو الشهادة اللي هتقدم عليها عشان تحصل على الجنسية. طيب دي بتكون اغلب الطلبات اللي انت بتحتاجها. طبعا لو انت قدمتها عن طريق جواز فبتحتاج كمان الشهادة بتاعت او قسيمة الجواز بتاعتك كمان بتكون موجودة. وطبعا في حاجة اسمها استمارة 3 في 4 بتحتاجها، وطبعا صور ليك بخلفية بيضاء ب3 في 4 برضو بتحتاج ان انت تعملها. فعشان كده نركز في كل المتطلبات دي. طيب في المرحلة دي لما بتيجي تقدم على الإقامة الدايمة، بيطلبوا منك حاجة اسمها أودومافلينيا بتعملها على البيت أو المكان اللي انت موجود فيه. ودي طبيعي بتتعمل في اسم شرطة، أقرب اسم شرطة تابع ليك، وهما بيبعتولك بيقولك هتعملها في المكان الفلاني. المكان ده بيحتاج منك انت بتصرف منين، يعني لو عندك مصدر دخل بيكون منين، هل اهلك بيبعتولك تعمل سبرافكا بالفلوس الموجودة عليك واهلك بيبعتولك ازاي. وكمان بتبعت ريجستراسة جديدة لو انت الريجستراسة بتاعتك خلصت، والميجراسيون كارتا والباسبورت طبعا، وسبرافكا من الجامعة تثبت ان انت بتدرس في الوقت الحالي في الجامعة الفلانية، او لو انت بتشتغل فانت بتشتغل في الحتة الفلانية. يعني تأكيدات انت بتعمل ايه في البلد، يعني بتشتغل بتعمل ايه.
فدي كانت اكتر حاجة بيحتاجوها في الفترة ما بين ما انت بتقدم على الإقامة المؤقتة وانت سوري بتقدم على الإقامة الدايمة وانت معاك الإقامة المؤقتة. يعني دي اكتر فترة بيحتاجوا منك شوية ورق كده، فعشان كده بيتعبوك شوية، بس في النهاية بيقبلوا منك الورق. الورق بياخد من حوالي من 4 شهور ل6 شهور على بال ما يوافقوا عليه. اوقات كتير بيطول عن كده وبيبقى ملهمش اي اسباب، بس السبب الوحيد اللي بيتقال اني لسه احنا بندور، او لسه بنشوف الورق، او لسه ما خدناش القرار في اجراء الورق. فعلشان كده احتمالية ان هم يتأخروا في الورق ده وارد، مفيش حاجة أكيدة في الموضوع ده، وخصوصا ان هم بيتأخروا اكتر في الموضوع ده في حوار الورق. فعشان كده ما تقلقوش لو انتوا اتأخروا عليكم في الورق، بس بعد كده لما بيجي التأكيد او انت بتتقبل بيجي لك رسالة على مش هقولك الايميل، على البريد، لان هم بيتعاملوا لحد دلوقتي بالبريد. بيجي لك ورقة على البريد بيقولك يا فلان الفلاني روح استلم الإقامة الدايمة بتاعتك، او روح استلم الإقامة المؤقتة بتاعتك whatever انت مقدم عليه. الإقامة الدايمة بقى ايه ميزتها؟ تعال نحكي في مميزات الإقامة الدايمة. وكمان نحكي في هي مدتها قد ايه. احنا قلنا الإقامة المؤقتة في أول فيديو ان يكون مدتها 5 سنين بس. الإقامة الدايمة بقى بتكون unlimited، يعني مفتوحة، ملهاش وقت معين، ملهاش تاريخ، ملهاش انتهاء. دي أحلى حاجة في الإقامة الدايمة، ان انت ما عليكش أي مشاكل، ما بتحتاجش أي أزمات والحاجات دي كلها. فالإقامة الدايمة الموضوع بالنسبة لكم بيكون أسهل، لأن الموضوع هنا بيكون أسرع فيها وأسهل فيها. بالنسبة للإقامة الدايمة بيبقى ليك حقوق الروس في كل حاجة ما عدا الترشيح أو الاختيار الرئيس، في حالة إن هو تم الترشيح يعني، وانت محتاج تختار. الحاجة الوحيدة اللي متقدرش تعملها لما يكون معاك الإقامة الدايمة وهو اختيار الرئيس. يعني لو الرئيس هيتغير أو محتاج إن انت تصوت ليه، فانت متقدرش تعملها، ملكش أحقية. ولكن في كل حاجة في باقي المدينة أو في الدولة انت حقوقك هي زي الحقوق الشخصية الروسية، ما بتختلفش عنهم بأيتها حاجة. بيكون الموضوع واحد، ليك حقوقهم زيهم، تقدر تشتغل، تفتح بتاع، تعمل كريديت، كل حاجة بتقدر ان انت تعملها زي روسي. مفيش اي اختلاف ما بينك وما بين. الاختلاف في الحاجة الوحيدة زي ما قلت لك هو انك ما تقدرش تترشح او تنتخب مرشح مقدم. بالنسبة لانتخابات الرئاسة دي اهم نقطة. اما بالنسبة لو انت عايز تفتح مشروع بيزنس مش عارف ايه عربية، كل الحاجات دي بتقدر ان انت تعملها عادي جدا زيك زي اي مواطن تاني، مفيش اي مشاكل عليك. دي كانت مميزات الإقامة الدايمة. فعشان كده طبعا الإقامة الدايمة أفضل من الإقامة المؤقتة، لأن يعتبر أنت معاك الإقامة الدايمة بتوازي الجرين كارد في أمريكا، فزيها زي الجرين كارد، بيبقى لك صلاحية كل حاجة. ومع عدها بمدة بتقدر انت تقدم على الجنسية. طبعا في موضوع الجنسية مش هنحكي عنها النهاردة، هنحكي عنها في فيديو تاني زي ما انتوا طلبتوا. بس فيديو النهاردة انا حكيت عن الإقامة الدايمة. فأتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم ويكون سهل كده برضو وبسيط ولذيذ، عشان ما تزهقوش مني، ويكون الفيديو كده سريعا وصلت لكم كل المعلومات اللي انا اعرفها عن الموضوع ده. وكمان لو احتجتوا اي مساعده تقدروا ان انتوا تكلموني على الواتساب او تكلموني على الانستا. انا بسيب اللينك تحت في الديسكريبشن او هسيبه في اول كومنت. وطبعا ما تنسوش تدخلوا وتشوفوا باقي الفيديوهات بتاعه الشغل علشان كمان تعرفوا ازاي تشتغلوا في روسيا وتوسعوا مجالاتكم. بحبكم كتير. كانت معكم مونيكا. باي باي.